بنقول كلمة واحدة بس، هاتوا المغرب. هاتوا المغرب، هاتوا المغرب. سعودي وينه كسرنا عينه. ايش المنتخب اللي تتمنى انه ما غادر البطولة؟ ايش المنتخب ما يغادر البطولة؟ هذه بالأمنية وش هو المنتخب؟ هذه قانون اللعبة، اسمح لي يا أخي، قانون اللعبة أي واحد يعني احنا جايين لنا أي واحد غينتصر، لكن احنا في الأول انتصرنا كلنا. هذا المجمع العربي الموجود هنا في قطر فهو انتصار للأمة العربية والإسلامية، لكن يجب هذا الشيء يتطبق. كرة القدم مجرد لعبة، قد تنتهي 90 دقيقة تنتهي البطولة، لكن لا تنتهي الأخلاق والتربية وكذا. وإن شاء الله نتمنى من الدولة العربية هذه البطولة العربية تكون اقتصاديا وأخلاقيا وطن، يعني يكون فيها حب، يكون فيها حب وهذه وبدون تأثيرة إن شاء الله. أنت تعرف الأوروبيين لهم لغات كثيرة، احنا عندنا لغة واحدة، أنت تفهمني وأنا نفهمك. صحيح. لكن ليش ما نحلوش الحدود بين بعضينا ويكون هذا جميل جدا، ونوسعوا في البطولة ونوسعوا في كل شيء. والفائز وش نقول له؟ مبروك عليك. مبروك عليك. لو كان المباراة هي صعبة بين المغرب والإمارات، كذلك المباراة بين السعودية والأردن. يعني هذا الفرق لما تأهلوا إلى النصف ما تأهلوا عن عبث، عن استحقاق، ويعني عن تدريب مكثف وإلى آخره، تدريب. يجب على أي واحد تتعرف لما تروح للنهائي لازم يعني لا ترتكب الأخطاء. صحيح. عشان تروح للنهائي، وهي مقابلة أقوياء بين منتخب واحد هو اللي يمثل إفريقيا هو المغرب، لكن ثلاثة هناك دول خليجية. نتمنى الحظ الأوفر وكذلك، ونشكر دولة قطر على هذا التنظيم الرائع. يعني هي صغيرة جغرافيا لكن كبيرة. لا كبيرة بالنسبة لنا حنا كلنا. خلي نكمل شوية. هي صغيرة جغرافيا لكن كبيرة ثقافيا وتنظيميا وحضاريا. كم أنت غالية قطر. شكرا. رغم بعد المسافة نشكر إخواننا القطريين على حسن شكرا قطر. شكرا قطر.